بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، تحياتي إليكم بكل حب واحترام. معكم الفنان علاء أبو الريش من محافظة الأقصر، مركز إسنا. توضيح بسيط من على منصة شبكة أخبار العربية. ده توضيح من على منصة شبكة أخبار العربية. أولا باسم كل الفنانين في جمهورية مصر العربية بتقدم بالتحية والشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء. وبما أننا كفنانين محسوبين على نقابة المهن الموسيقية بقيادة النجم الفنان هاني شاكر، الفنان المحترم الجميل، أولا إحنا كفنانين داعمين وبكل قوة لكل قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، وعمرنا في يوم من الأيام ما كنا ولا حنكون إن إحنا نكسر قرارات رئاسة مجلس الوزراء أو أي قرار تاخده الدولة في الحفاظ على الوطن والمواطنين. أما بخصوص ما حدث في الفترة الأخيرة من إحياء بعض الحفلات والأفراح في بعض البلدان سواء في محافظة الأقصر أو في أي محافظة أخرى، الموضوع كله بسيط جدا، ما هو إلا عبارة عن نوع من أنواع جبر الخواطر. يعني إيه جبر الخواطر؟ يعني إحنا بيجي عندنا العريس أو صاحب الفرح علشان يتفق مع الفنان على إنه يحيي فرح عنده، فأنا كفنان بوضح لصاحب الفرح مدى خطورة الموقف ومدى التزام الدولة بالمحافظة على المواطن والوطن في ظل أزمة كورونا. فصاحب الفرح هو بيبقى صاحب القرار وهو بيبقى على مسؤوليته كل شيء، فأنا ما ينفعش إن أنا أقول له لا ما تعملش فرح. أنا كل ما عليا إن أنا كفنان أوضح له مدى خطورة الموقف. أما كون إني الجهات التنفيذية تاجي الفرح وتنهي الفرح وتنبه على الفنان إنه يفض الشادر بتاع الفرح، ده أنا بتقبله كفنان بكل احترام وبكل حب وبكل تقدير وبكل ترحيب. ومع ذلك بدعم الجهات التنفيذية في الدولة وبقدم لهم كل الشكر وكل التحية وكل الاحترام من على منصة شبكة أخبار العربية. وأحب أوضح لكل السادة المشاهدين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية إن فنانين مصر بقيادة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الفنان المحترم، وبقيادة نقابة المهن الموسيقية في مكتب محافظة الأقصر، بتقدم لهم بكل شكر وكل حب بناء على التوجيهات والتعليمات اللي موجهة لينا بالحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الوطن وعلى الأمن وعلى النظام واحترام قرارات الدولة. احنا حنفضل نحترم قرارات الدولة وحنفضل نحترم قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء. وإذا كان حدث من بعض الفنانين أي تجاوز أو أي خطأ في ظل أزمة كورونا، احنا بنتقدم بكل الاعتذار للجهات السيادية في الدولة، وحنفضل محافظين على بلدنا وحنفضل محافظين على الوطن. لكن لي رجاء بسيط من كل صاحب فرح ومن كل عريس ناوي يعمل فرحه في ظل هذه الأزمة، أنا بقول له راجع نفسك، يا إما تأجل الفرح يا إما تنتظر لحد ما الجهات المسؤولة أو الجهات المعنية أو الجهات التنفيذية في الدولة تأخذ قرارها في ظل هذه الأزمة. وإن شاء الله يا رب بإذن الله تعدي الأزمة على خير وكرامة الفنانين محفوظة وكرامة جمهورية مصر العربية محفوظة، وبإذن الله الأزمة هتعدي على خير. وأتمنى السلامة للجميع وأشكركم. مع تحياتي الفنان علاء أبو الريش من مركز إسنا محافظة الأقصر. تحياتي لكل جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.